من أكتر ما يطمئن الإنسان المجتهد اللي بيسعى على رزقه هو إيمانه بل يقينه بأن الله هو الوهاب. الكل محتاج للوهاب. شخص المجتهد في بداية حياته عشان يكون نفسه، شخص الباحث أو الباحثة عن شريك الحياة لبناء بيت كله حب وسكينة، اللي نفسه يأمن نفسه وعياله ويتأكد من حسن أخلاقه. مساء الخير على احلى متابعين في الدنيا. شاركوا النهارده بيوم جديد وفيديو جديد، وتعالوا نشوف هنعمل ايه في يومنا النهارده. معايا هنا هنبدا باول وصفه في اليوم النهارده للفطار. معايا كوبايتين فول صويا هحطهم عندي وعليهم كوبايتين ميه وهسيبهم لمده 10 دقايق. الفول الصويا ده هيبدا ان هو يشرب كل الميه. وهحضر معايا كمان كيلو لحمه مفرومه، عليهم معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح، وباكو من بهارات البرجر الجاهزه اللي بتتباع في اي سوبر ماركت موجود عندنا. وهجيب معايا الفول الصويا. اهم حاجه الفول الصويا لازم ان انا اعصره كويس جدا من الميه زي ما انتم شايفين بالظبط، الميه بتاعته بتخرج منه عشان ما يخليش البرجر بتاعي يفك مني. هبدا ان انا اخلطهم مع بعض كويس جدا بايديا. طبعا هو مش هيختلط تماما يعني، ولكن هجيب الكبه هتساعدني فيها، وهبدا ان انا اخلطهم في الكبه بعد ما اعملهم تجانس بايدي. زي ما انتم شايفين هجيب معايا الكبه بتاعتي وهحط معايا الكيلو اللحمه، وهبدا ان انا افرمه كويس جدا بحيث ان يتجانسوا مع بعض كويس جدا في الكبه. هديهم ضربتين بكل المكونات اللي حطيتها مع اللحمه. بعد ما هخلص كل الكميه اللي عندي هكمل معايا هنا، هخرجها معايا في بوله وهسيبها كمان. اللحمه هنا عندي بتاعت البرجر كل ما هتسيبيها هتتشمع هتبقى افضل طبعا. خرجتها عندي وهبدا ان انا احط عليها معلقه كبيره توم باودر ومعلقه كبيره بصل باودر. هخلطهم كويس جدا بايديا بحيث ان هم يتجانسوا كويس جدا معايا. بعد ما هما يتجانسوا هسيبهم شويه تقريبا نص ساعه في التلاجة يتشمعوا معايا كويس جدا، واللحمه ترتاح معايا، الانسجه بتاعتها ترتاح معايا، وكل ما بتسيبيها كل ما بتبقى افضل. هبدا ان انا اكور معايا القطعه على حسب الحجم اللي انت عايزاه. دي تقريبا كانت وزنها 100 جرام قطعه اللحمه. ممكن تعمليه حجم اصغر من اللي انا عاملاه، بس طبعا عشان انا هستخدم معايا هنا كايزر حجمه كبير. لكن انتي لو حجمه صغير اللي هتستخدميه ممكن تصغري القطعة. نص القطعة دي 50 جرام هيديكي طبعا عدد اكبر. عندي هنا مكبس البرجر، هجيب عندي الكيس هقطعه الكيس اللي احنا بنحفظ فيها الاكل بتاعنا في الفريزر، وهبدأ ان انا اعمل بفورمة البرجر معايا، وهبدأ ان انا اخلص كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. طبعا في الوقت ده انا طبعا اقدر ان انا احفظ البرجر بتاعي بطريقة كويسة جدا، هو اتكبس كويس ومغلف بالكيس بتاعه. خلاص هبدأ ان انا احطهم عندي واحفظهم عندي في الفريزر في اي وقت زنقة، في اي وقت انت مزنوقة بتشتغلي مش محضرة اكل هتخرجيه هينقذك بصراحة. الكيلو ده تقريبا طلع معايا حوالي 13 قطعة، وانا قلت حجم القطعة بتاعي المكبس بتاعي كبير، وكمان القطعة ما شاء الله تخينة مش رفيعة. لو انت عايزة تزودي العدد بقى براحتك، ممكن تقللي السمك بتاعه وتقللي حجم القطعة. نقدر هنا ان احنا نحفظه معانا على اطباق فيل، وبعد كده اغلفه بستريتش او في علبة بلاستيك، وزي ما هو بنفس الشكل هتدخليه في الفريزر ومش هيمسك في بعضه اصلا. هتيجي تخرجيه هتطلع كل قطعة لحالها. هحضر معايا كمان العصير النهاردة بتاع الفطار. النهاردة هنعمل صوبيا. جبت معايا حوالي 6 كوبايات 6 كوبايات لبن، وكل كوباية هتاخد معايا معلقة صوبيا. من الصوبيا دي صوبيا عمان. وكل كوباية هتاخد معايا معلقة سكر، وبتكون كده مظبوطة جدا. يبقى كل كوباية لبن هتاخد معلقة صوبيا وهتاخد معلقة سكر، وهبدأ ان انا اخلطهم بالهاند بلندر، وبعد كده هحطهم عندي في التلاجة لحد وقت الفطار، وانا كده حضرت معايا العصير بتاعنا. هجهز كمان شوية حاجات هنا للسحور هنعمل مع بعض. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. عندي كيلو فول انا نقعته حوالي 6 ساعات، ممكن ياخد اكتر من كده او اقل على حسب ما حجم الفولة هتزيد معاكي وهتتفتح معاكي بالشكل ده. هجيب معانا هنا احنا هنعمل الفول بتاعنا على البوتاجاز عادي في حلة ألمونيا. أنا بحب أعمله في الحلة الألمونيا، وعليهم نص كوباية عدس، وعليهم نص كوباية فول مدشوش، وعليهم بشر طماطميتين، وعصرة ليمونة كاملة. وهنزل طبعا بالمية سخنة على الفول، وبعد كده هاخده وهغطيه واحطه على النار عالية. واول ما المية هتغلي كويس هبدأ اهدي النار عليه زي الشمعة بالظبط، وهسيبه ياخد ويدي براحته خالص، ياخد ساعتين 3 4. ممكن تعمليه بالنهار
وعلى ميعاد السحور ان شاء الله هيكون خلص معانا. هحضر معايا كمان، هعمل شوية بطاطس محمرة للبرجر. هحمر البطاطس دي، البطاطس الحمراء اللي هي مخصصة للشيبس، هي طعمها تحفة وبتكون مقرمشة فعلا وجميل. عند البرجر زي ما انا طلعته، انا كنت خلاص حفظته في الفريزر، انا كنت عاملاه قبلها كده بيومين وشايلاه في الفريزر. طلعته زي ما هو بدون ما يفك، وهبدأ ان انا ادي كده في الطاسة بتاعتي، ادي قطعتين زبدة او شوية زيت، وهبدأ ان انا احط البرجر بتاعي واحمره. هو مش بياخد كمية دهون عالية، ممكن تزودي كمية الدهون، هو مش هيكش حاجة بسيطة جدا. لو حطيتي معاه نسبة دهون، دهنة في اللحمة، هيكش طبعا معاكي نسبة الدهن اللي انتي حطيتيها. لكن هنا حجمه مقلش كتير. وانا شغالة كده، الحاجات بقى اللي نازلة الجميلة اللي نازلة من البرجر دي، اللي نازلة من اللحمة اللي طعمها تحفة في الطاسة، هبدأ ننزل ببصلاية مقطعاها شرايح بقى واشوحها فيها لحد ما تدبل معايا خالص، وبتدي طعم خطير للبرجر. جربوها مش هتندموا على الإضافة دي. خلاص انا حضرت العيش بتاعي ده، كاتشب، مايونيز، مستردة، وقطع خيار مخلل بحجم صغير، وهبدا ان انا افرد الصوص بتاعي في العيش الكايزر، وهنزل بيه. وبعد كده هنزل بورق الكابوتشا والطماطم بتاعتي. اسهل حاجة طبعا وانت بتشتغلي في البرجر، مش بياخد وقت خالص تماما. يعني ممكن تعملي 10 15 20 سندوتش وانت واقفة، خلاص طالما جهزت كل حاجة فمش بياخد وقت معاك خالص، سريع جدا بصراحة وبينقذني. شايفين شرايح اللحمة تحفة، والبصل المكرمل اللي احنا كرملناه في الصوص اللي نازل من اللحمة والتحمير بتاعت البرجر، نزلت معاه زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ده صوص جبنة جايباه جاهز من اي برضو سوبر ماركت، بس طعمه خطير وتحفة. وبيع عندي ساندوتش برجر ولا احسن مطعم. وطبعا مش ممكن هتكون مطاعم بنظافة اللحمة ولحمة بلدي. طبعا اللي مش في امكانياته انه يعمل لحمة بلدي، ممكن يجيب لحمة مستوردة ويعمل بيها لو يحب. كل واحد هياخد الطبق بتاعه بالشكل ده، وهبدأ ان انا احط العصير. والسفرة الرمضانية بتاعتنا النهاردة بقت جاهزة وكاملة على اكمل وجه. نرجع بقى نجهز تجهيزات السحور. هجهز معاكم النهاردة، هنعمل زبادي بالفراولة. هجيب معايا هنا دي كوباية زبادي من زبادي بلدي انا كنت عاملاها. طبعا انا مش بستغنى عن الزبادي يوميا. هاخد كوباية الزبادي دي. طبعا بنجيب الزبادي، بنجيب خميرة مرة واحدة كوباية زبادي جاهزة من السوبر ماركت، وبعد كده خلاص انت بتعملي الزبادي بتاعتك وبتاخدي منها خمر. لو انت بتعملي كل يوم يبقى هتاخدي كوباية تخليها خمر، والباقي بتاكلوه، بتخلي كوباية خمر للمرة اللي بعدها. وطبعا هيوفر معاكي كتير، لان كيلو اللبن، شوف كيلو اللبن ب35 جنيه، شوفوا كوباية الزبادي بكام، فهتوفر معاكوا طعم طبعا اللي احنا بنعمله في البيت مش زي بره. يبقى هنا كيلو اللبن خد معايا كوباية زبادي خمر. دي صوص الفراولة، يعني او مربى فراولة لو انتي مش عاملاه، ده انا عاملاه في البيت. قطعت الفراولة قطع صغيرة جدا، وبعد كده خدت نص كيلو الفراولة عليه كوباية سكر، وقعدتهم على النار، سبتهم على النار ومعاهم عصرة ليمونة، بقوا بالشكل اللي قدامكم ده. لو مش متوفر عندك ممكن تستخدمي مربى فراولة جاهزة عادي جدا، وفي نفس الوقت الاولادنا هياكلوه وهيبقى معاه مش محتاج ان هم يحطوا سكر. خلاص المربى بتكون موجودة او قطع الفراولة، واللي اتعمل مع قطع الفراولة تقدروا تعمليه في اي قطع فاكهة، مانجا، اي قطع فاكهة تتعمل بنفس الطريقة. نص كيلو عليه كوباية سكر وتحطيه على النار لحد ما يستوي. وخلاص كده الزبادي بتاعتنا خلاص هنحطها وهظبطها على 5 ساعات، هتكون استوت على 5 ساعات كويس جدا في الجو ده، مش بياخد وقت طويل. نرجع هنا للفول بتاعنا. شايفين الفول بتاعنا بسم الله ما شاء الله كهرمان، مش حطاله ولا مش حاطه خالص ولا كركم ولا اي حاجه اكتر من الحاجات اللي انا حطيتها. شايفين شكله؟ يعني هو كهرمان بيتكلم على نفسه فعلا، وتحفه وموفر وزي الزبده. انا سبته طبعا على نار هاديه، خد وقته على راحته تماما. هقولك هنا معلومه، لو انت عايزه تخلي الفول بقى يقعد معاك الشهر كله، لو عندك كميه من غير ما تحطيه في الفريزر، من غير ما لو حطيتيه في اي علبه هياخد يومين 3، وبعد كده الفول بتاعك هيحمض منك. هنجيب برطمانات معقمينها
كويس جدا، غسلينها كويس ومعقمينها، وبعد كده اسيبها تنشف تماما مفيش اي ميه. وبعد ما بسوي الفول بحطه في البرطمانات، ولازم تكون البرطمانات دي ازاز. بحط فيه الفول وهو سخن جدا من قبل ما يبرد، وبعد كده اقفل البرطمانات. والسخونة دي هي اللي بتعمل حفظ للفول بتاعي. والغلق البرطمان الغطا بتاعها لازم يكون غطا مش بلاستيك، ويكون البرطمان ازاز. شايفين الفول بتاعنا جميل، احلى طبق فول على السحور ولا الشيخ رجب. وطبعا مش هقول طبعا ان هو موفر. وخلص يومنا النهاردة من فطار وسحور. ولو وصلت معايا لحد هنا اشتركوا في القناة وفعلي زر الجرس وكومنت حلو كده منكم، وارفعوا الفيديو وشيروه لكل اصحابكم. مع السلامة، الفيديو اللي جاي.